احمد عبد القادر رايح نادي الزمالك. طب انا كاهلاوي ده يزعلني في حاجه؟ يفرق معايا في حاجه؟ كوبايه قهوه حلوه كده وتعال عشان اقول لك. احمد عبد القادر لعيب مهاري جدا لا خلاف عليه، ومن افضل اللعيبه اللي بتلعب في مركزه. لعيب بيعرف يرقص واحد على واحد، ياخدك لجوه وياخدك لبره، وبياخد الكره ويروح لك بيها وما يستنكش انك تضغط عليه. لعيب ممتاز جدا ولا خلاف عليه. مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الحاليه شايفه ان احتياجها لاحمد عبد القادر مش قوي، وشايفه ان هو الافضل ان هو يخرج اعاره نظرا لوجود لعيبه سوبر ستار في مركزه. من وجهه نظر مجلس الاداره، ولكن من وجهه نظر الجمهور ان ممكن يكون احمد عبد القادر اعلى منهم، ودي على فكره من وجهه نظري انا كمان. احمد عبد القادر لعيب تقيل جدا، ولكن احمد عبد القادر عنده عيوبه. بيحب ياخد حقه بطريقته. يعني مثلا ممكن يرفع ستوري، يطلع يتكلم في الاعلام، ياخد حقه عن طريق قصه يحكيها، يقول ان في لعيبه بتأجر لجان. في نهاية الأمر طبعا تصرفات أحمد عبد القادر دي لا تنطبق مع مواصفات وتصرفات النادي الأهلي. مش هتنفع بأي شكل من الأشكال إن هو يتصرف بالطريقة دي. ممكن تنفع في أماكن تانية، ممكن تنفع في نادي الزمالك، وممكن يروح هناك ويكسر الدنيا ويبقى نجم مصر كمان. وأنا أتوقع ده لو راح نادي الزمالك هيكسر الدنيا، وده مش اللي أتمناه، أتوقعه لكن ما أتمناهوش، ولا أي حد من جمهور الأهلي اللي فاهم كرة كويس جدا يتمنى إن أحمد عبد القادر يروح نادي الزمالك. قول لي رأيك في كومنت، واعمل لايك وسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو وادعمني عشان نعمل فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.